بسم الله الرحمن الرحيم. آبائي وأمهاتي، إخوتي وأخواتي، الشعب المصري العظيم، أتقدم لكم بأخلص التهاني بمناسبة عيد ثورة يناير المباركة، وإنها لمناسبة عظيمة وجميلة الوقع على قلب كل مصري. تلك الثورة التي ردت لنا كرامتنا المسلوبة وأسقطت نظاما من أعتى الأنظمة التي حكمت شعبنا بالحديد والنار، ووضعته في متاهة من الأكاذيب، وأورثته الفقر والبطالة والجهل والمرض، هذا بخلاف مهانة مواطنين داخل وخارج بلدهم مصر. وقد عانينا حقبة طويلة من الفساد بكافة أشكاله، وشهدت أعيننا أبناءنا وهم في حالة من الضياع، لا حقوق لهم ولا أمل لهم في زواج أو فرصة عمل أو حتى كسب قوت يومهم بكرامة، إلى أن حانت اللحظة التي قام فيها الشعب المصري على قلب رجل واحد ليقول كلمته وينهي الظلم ويقف في وجه الفساد والطغيان، ويؤكد أنه هو السيد وهو الحاكم، وأن من كان يوليهم في أي من المناصب إنما هم يعملون لديه ويأتمرون بأمره، يسهرون على راحته وقضاء مصالحه، لا ليتسلطوا على رقاب العباد بالقهر والظلم. صنعنا ثورة عظيمة وما زالت الثورة قائمة، حققنا الكثير من المنجزات، وسوف نستكمل تحقيق باقي إنجازاتها وأهدافها بإذن الله تعالى. ولن تهدأ ثورتنا إلا بتحقيق كافة مطالب الشعب واستلام قيادة الثورة للسلطة من المجلس العسكري. إخوتي وأخواتي، لم تنجح ثورتنا إلا بدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة وكرامة الشعب المصري، وهم في جنة الخلد مع الصديقين والأنبياء. وأيضا تضحيات المصابين الذين شاءت الأقدار أن يواصلوا حياتهم، وقد تسببت إصاباتهم في إعاقات قد تمنعهم من ممارسة أعمالهم، ونحن لن نتخلى عنهم أبدا، وسوف نساندهم وندعمهم حتى يحيوا حياة طبيعية وكريمة. وسوف يلاقي هؤلاء الأبطال ما يستحقونه من التكريم، لنجعل الذكرى الأولى لثورتنا المجيدة حدثا يليق بشهدائنا ومصابينا، ولنحتفل بها وبهم، ونحتفي بكل من شارك في ثورة يناير المجيدة. ثم بعد ذلك سوف نواصل الكفاح من أجل استكمال منجزات الثورة مرة أخرى. أكرر تهنئتي للشعب المصري، وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في عزة وتقدم. قائد ثورة الشعب المصري أشرف محمد سليمان.